وإنني أنتهز هذه الفرصة لأحيي قيادة جيش الإسلام على تحليهم بالشجاعة والمسؤولية الوطنية العليا في قرارهم الذي اتخذوه من أجل الحفاظ على أرواح أبناء منطقتهم والحفاظ على ثوابت الثورة السورية. وقد يتساءل البعض لماذا يتوقف القصف وتدخل الإغاثة إلى دوما، بينما عين ترمى وزملكة وجوبر وعربين لا تزال تعاني من القصف الجوي والبراميل والمدفعية ثقيلة. أقولها وبكل صراحة، السبب هو عدم توقيع الأخوة في فيلق الرحمن المسيطر على هذه البلدات على اتفاقية الغوطة في القاهرة، وإننا لا نزال ننتظر وصولهم أو تفويضهم لأحد الأطراف في الغوطة للتوقيع على الاتفاقية، لينعم أهلنا في كامل الغوطة بالأمن والسلامة. وإننا نحملهم كامل المسؤولية عن كل قطرة دم سفكت في الغوطة منذ إبرام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ في 22 يوليو تموز الماضي، فما زالوا يعطلون الحل بحجج شكلية واهية كالحديث عن تغيير الراعي أو البلد المضيف،